جيت لكم بفكرة جديدة وفيديو جديد واختراعات جديدة. انا يعني وانا مروحة عموما من الشغل بسأل ماما تاكلي ايه النهاردة يا ماما، فماما تقول لي انا نفسي في كذا. النهاردة ماما نفسها راحت لايه؟ كبدة برده. تمام، احنا كده كده عندنا الكبدة مقطعينها شرايح، تمام، اللي هي شرايح البانيه معروفة. حتى وانتي عند الجزار بتطلبي من الجزار ان هو يقطع لك الحاجات على حسب الحاجات اللي انتي هتعمليها. يعني مثلا عايزة كبدة اسكندراني فبيقطعها صغير، عايزة كبدة عادية اللي هي بتتشوح في السمنة والزيت في سمنة وملح وفلفل اسود وهكذا. انا بقول للجزار بقطع لي الكبده اللي هعملها كبده بانيه اللي هي كبده برد. المكونات اللي احنا هنحط فيها تتبيله الكبده هي بصله صغيره مبشوره ومعلقه توم صغيره. لو ما عندكيش توم مفروم في الفريزر بتحطي فصين توم مبشورين كده في المبشره الصغيره دي، وبتحطي معلقه بابريكا ومعلقه فلفل اسود ومعلقه بهارات ومعلقه توم باودر وبصل باودر، وبتحطي كزبره معلقتين او معلقه ونص كزبره، وبتحطي كمون معلقه ونص كمون برضو، وملح طبعا على حسب بقى رغبتك في الملح، وتحبي الاكل مملح شويه زياده مظبوط على حسب ما انتي بتحبي. يعني معلقه ملح مثلا، تمام، على كيلو كبده. وبتحطي بقى 3 ليمونات معصورين ومعلقتين خل. اوكي، وبعد كده بقى بتحطي الكبده. هحط الكبده معاكم دلوقتي، تمام، واجيلكم. الكبده ما بتتغسلش. الكبده ماما زي ما انتوا سمعتوا كده قالت لكم ما بتتغسلش. خليكم بقى معايا لحظات. تعالي ماما معلش افتحي لي البتاع، افتحي لي البتاع ده وراك. خلاص بصي بقى يا ست الكل، ادي اهي الكبده. احنا قلنا الكبده ما بتتغسلش عشان ما تعملش زفاره. بصوا متقطعه ازاي يعني، حلو كده. وبعدين بقى بنروح ايه، قلب 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 بايدك بسم الله، وانتي اصلا كده كده غاسله ايدك. في ناس تحب تلبس جلوفز، انا بصراحه يعني لما باجي بكون في المطبخ بحب اغسل، اكون حريصه ان ايدي تبقى مغسوله، وبكون حريصه جدا ان انا ما بحبش الجلوفز بصراحه في المطبخ، بحس ان انا ما بعملش حاجه. اتعودت كده. روحي مقلباها كده في بعضها بسم الله ما شاء الله، وتسمي الله وتذكري الله، واللون بيتغير معاكي زي كده خلاص عشان الخل والليمون. بسم الله ما شاء الله، وانت عامله تتبيله زي القمر. ماشي، وبعد كده بايه على طول كبده ما بتستحملش ولا تقولي بقى هسيبها في التتبيله ولا الكلام الايه الفاضي ده، تروحي على طول حطها في الدقيق والرده. وهقولك دلوقتي بس خليكي معايا، اروح اجهز اللي هو الدقيق والرده اللي احنا هنبدرهم فيها، وبعد كده اجيلك. التتبيله زي ما قلنا، وانا قلت لكم خلاص على التتبيله. الرده بقى اللي هي اللي هنبدر فيها الكبده، بتحطي كوبايتين رده عليهم كوبايه دقيق، ولو تحطي كوبايه رده نص كوبايه دقيق، وتقلبيهم في بعض كده، تمام. وبعد كده تروحي نازله بالكبده، نازله بالكبده، وتكوني ايه بتقدحي الزيت عشان الموضوع على طول فيسع فيسع سريعا سريعا. عشان الدقيق ليه بقى ست البنات؟ عشان يمسك الخلطة دي، يعني يمسك البودرة فيها. اسمها ايه ماما التبديلة؟ اسمها ايه ماما؟ ماما الكفر. كفر. كفر يلزق. ماشي، الدقيق هو اللي بيعمل فيه كده. ايوه، هو بص كويس مقطعها لي رفيع ازاي، زي ما بتيجي تبدري البانيه بالظبط كده، على طول تروحي مطبطبه عليه بالراحه كده، بس مطبطبه عليه بالراحه علشان الكبده ارق من البانيه يعني كده، عشان حلوه ما شاء الله. ماشي، يا سلام لو كان معاها مخ بقى. يا سلام لم، يا سلام لم، يا سلام لم. يعني لما تلاقي فيه واحدة تخينة شوية، ماشي، تروحي ايه مقاوحة معاها كده وفكها من بعض، عشان هو ممكن يكون الكبدة لزقت، فاهمين قصدي؟ يعني طبقت على بعض. هو ما شاء الله بصوا عاملها لي بانيه كأنه بوفتيك كده.
عندي كبده بلدي. طبعا كبده بلدي اهم حاجه تبقي واخده بالك جدا ان ما تجيبيش المجمده ولا المستورده عشان الولاد وعشان خاطرك انت كمان، لان الحاجات دي مضره بالصحه. جيبي الكبده البلدي اللي عند الجزار بتاعك وما تستخسريش في الاكل، عشان ايه؟ اهم حاجه صحتنا. وما تاكليش ولا تاكلي ولادك من بره. يعني شوفوا انا هو ولا اتجوزت ولا خلفت، انا امي معوداني ان انا ما باكلش من بره. اليوم اللي باكل بره فيه والله برجع ماسكه بطني، تقعد تقول لي احسن، عشان خاطر انا قلت لك مليون مره ما تاكليش من بره مهما كان. انا منين ما اروح للدكتور وانا ماسكه بطني يقول لي كلتي ايه؟ دكتور هاني، دكتور العيله، منين ما اروح له يقول لي انت كلتي بره ايه؟ عكيتي بايه؟ يزعق لي بقى كده لانه عارف الزبونه يعني. خلاص انا هخلص بقى الكبده وهوريكي وانا بقليها. اوكي يا ست البنات، قدحنا الزيت وبننزل بالكبده اهو. تمام كده، بننزل بالكبده اهو، هحمرها واجيلكوا تاني. اديني حمرت الكبده، ما بتاخدش يعني، تاخدي بالك تكوني قادحه الزيت وتحطي فيها كبده على طول، وبعدين ايه هي هتاخد لون فتروحي قلبيها على الناحيه التانية. لان اولا الكبده البانيه بتبقى متقطعه شرايح رفيعه، بلس بقى ان هي في البودره بتاعتها، في الكفر بتاعها بتستوي على طول، بتتحمر على طول، وتلفيها الناحيه التانية وبعدين تشيليها وتعملي ساندوتشات. يعني بالهنا والشفا. احنا بقى بنحب السبايسي، فماما حطلنا شطه يعني فلفل حراق. تمام، هي اهي وهي متحمره لوحدها اهي. دي ما عملتش بيها ساندوتش. لسه هكمل بقى بقيه ساندوتشات وناكل، وبألف هنا وشفا. سهله جدا، سريعه جدا، هتحبوها ونظيفه ومعموله في البيت. واللي بيحب ياكل الكبده بمرده من بره، الاحسن والافضل ان هي تاكلوها في البيت. بالهنا والشفا. يلا بقى يعني زودوا بقى لايكات للقناه وللفيديو، وكمان اعملوا شير للفيديو ده علشان انزل لكم وصفات تانية كتير مختلفه عن وصفات مامتي.